تعالوا نعمل مع بعض شوية سندوتشات، انما ايه حكاية. والعجينة كانت سهلة جدا، ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود، والمكونات موجودة عندك في البيت. تعالوا بقى لما نشوف الجمدان ده هيتعمل ازاي، والحشوة اللي جوه السندوتش دي كانت عبارة عن ايه. يلا بينا نشوف هنعمل الكلام ده كله ازاي. في طبق هنزل بنص كيلو من الدقيق، وبعد كده هنزل عليهم برشة من الملح ومية عادية من الحنفية. هنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا، وطبعا بننزل بالمية واحدة بواحدة لغاية ما نلم العجينة. وزي ما قلنا قبل كده ان كل دقيقة على حسب احتياجه للمية. وده شكل العجينة بعد ما اتلمت وعجنتها كويس. بعد كده هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الزيت وعجن كويس. بعد كده على الرخامة نرش شوية دقيق حلوين كده، وننزل بالعجينة علشان نخدمها كويس. العجينة بتاعت النهاردة دي ما فيهاش ولا خميرة ولا اي حاجة، يعني ما الا بس اعجني ونريحها لمدة 10 دقايق ونبدأ نشتغل فيها. يعني شفتوا ازاي انها سهلة وبسيطة؟ طبعا ما فيش اسهل من كده. بعد ما عجنت العجينة بالشكل ده هبدأ اقطعها والفها رول علشان خاطر اقطعها كور صغيرة، وعلى قد ما اقدر اخلي الكور تبقى قد بعض. باخد طبعا كل قطعة والفها كرة بالشكل ده، وبعد كده بحطها في طبق دهناه بالزيت. وبعد كده هسيبها لغاية ما نبدأ نحضر الحشوة بتاعتنا. ده شكل تاني لعمل الكرة يعني. شايفين ازاي؟ طريقة سهلة. بعد كده هغطي العجين واسيبه يرتاح لغاية ما نحضر الحشوة. في طاسة على النار هنزل بقطع من السجق بالشكل ده، وبعد كده هنزل عليهم بمكعبات من البصل. عايزه اقول لكم السجق هنا انا ما حطيتلوش اي ماده دهنيه خالص. انا بسخن الطاسه وانزل بالسجق، وبعد كده بسيبه ينزل كل الدهون اللي فيه، وبعد كده ابدا اقلب فيه. وبعد كده بننزل بالبصل، وبعد كده بننزل بفلفل الوان او فلفل اخضر بس. يعني لو مش عندك فلفل الوان عادي، بس انا بحب الفلفل الالوان بيدي طعم في الاكل الصراحه. بعد كده ما هشوح، بعد ما اشوح السجق مع الفلفل والبصل واسيبهم يتبلوا. يعني هغطي دلوقتي الطاسه زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا، واسيبهم يتبلوا وياخدوا من طعم بعض. بعد كده بعد ما الخضار معايا دبل بالشكل ده هننزل بطماطمايه. الطماطمايه بس شايله منها البذر وقلب الطماطم، واخدين الجلد بس من بره، هي طماطمايه واحده بس. بعد كده نظبط الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من السبع بهارات، وناخد بالنا ما نكترش ملح علشان السجق اصلا بيبقى جاي محيق يعني. بعد كده هنا كان الحشو جاهز. يلا بقى بينا نحشي السندوتشات اللي معانا. بجيب كل كورة بالشكل ده افردها بالنشابة، ونحاول على قد ما نقدر ما نخليش الفطيرة تتفرد خالص او الرغيف يتفرد خالص، يعني نخليه سميك شوية كده علشان ما يتقطعش مننا. بعد كده بحط الحشو في النص بالشكل ده. وطبعا الحشو ده على حسب ذوقك، ممكن تحشي لحمة مفرومة متعصجة، ممكن تحشي فراخ، ممكن تحشيها بطاطس مهروسة. يعني بصي ده ذوقك واللي موجود عندك احشيه. انا بقولك افكار وانتي اعملي اللي بتحبيه. بعد كده بنلم الرغيف بالشكل ده او الفطيرة بتاعتنا بالشكل ده، ونحاول لو فيها اي فتحات بنلمها ونقفلها كويس. بعد كده هيبقى معايا طاسة على النار بنبقى دهنينها دهنة من الزيت وسايبينها تسخن. ادي الطاسة على النار انا حطيت لها بس دهن زيت كده، واول ما بتسخن بننزل بالرغيف بالشكل ده.
واول ما ياخد لون بالشكل ده بنفضل نقلب على الناحية التانية. بتفضلي تقلبي فيه لغاية ما ياخد اللون كويس. شفتوا ازاي اديته تقليبة تانية؟ فهو ده كده اللون المظبوط. ولو لقيتي الجوانب بتاعة السندوتش لسه ما استوتش، امسكيها بالشكل ده وحاولي انك تخليها تستوي. يعني انتوا شايفين المنظر يعني. وهنا كان السندوتش او اول سندوتش جاهز معانا. هكمل باقي السندوتشات بنفس الطريقة. انتوا بالذمة شايفين ازاي اكلة سهلة وسريعة وبسيطة ومختلفة، وبجد تغيير لأولادنا ويخليهم كده ما يحسوش بالملل في الأكل. حاولوا ما تعلوش النار انتوا بتسووا العيش عشان ما يتلسعش منكم بالشكل ده. الصراحة ده كانت لسع مني زيادة يعني. وهنا كنت كملت او سويت كل السندوتشات. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو صفحة الفيسبوك. باي باي.